السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا وحشتوني جدا وبقالي كتير ما عملتلكوش فيديوهات، والنهارده راجعه لكم فيديو جديد وفكرة جديدة وفكرة مشروع جديدة. والفكرة ديت كل حاجة كده هعملها لكم فيديو لوحده وفيديو منفصل. تجهيزات ازاي. انا دلوقتي فرمت بصل، خزنته بيوفر معايا الوقت والمجهود. افرم توم، كل حاجة هعمل لكم ليها فيديو منفصل. ويلا تعالوا بقى نشوف الفيديو دوت احنا هنعمله ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا وبقالي فترة كبيرة ما عملتلكوش فيديوهات، والنهاردة راجعه لكم فيديو جديد. ومعايا النهاردة فكرة مشروع مربح من البيت. انا بصراحة انا عملت المشروع دوت من البيت، وفعلا هو مشروع مربح لكل ست بيت. تعالوا يلا بقى نشوفه هنعمل ايه. انا النهاردة معايا طريقة تخزين البصل. انا جبت كمية بصل كده هوت بتاع 4 كيلو بصل كده هوت هخزنهم. هو ده بصراحة يعني هو ده ناس شغل ناس طالبينه مني. فبردك دي طريقة التخزين دي بتسهل عليكي الوقت وبتسهل عليكي المجهود وبيسهل عليكي. بتجيبي البصل وبتقشريه وبتقطعيه بالمنظر ده كده اهوت، وبتغسليه كده غسلة حلوة كده تحت الحنفية. ولازم حاجتك كده تبقى نظيفة وجميلة عشان الناس تاخد منك، والناس ما تبطلش. اللي ياخد منك مرة ما يبطلش ان هو يعني ايه، يقولك انا عايز منك تاني. الناس كده هو يبقى لك كده ايه لك زبون. فاهم حاجة في شغلنا دوت ان انت لازم يبقى الشغل كده الشغل نضيف وحاجتك نضيفة ومغسولة وايدك نضيفة. عشان تكسبي الزبون والناس تطلب منك باستمرار حاجات. انا جبت هنا هوت البصل وقشرته ونضفته كده هوت وشلت الحاجات اللي هي الزيادات ديت اللي هي ملهاش لازمة. و وهقطعه كده هوت اي شكل عشوائي. وهجيب الكبة وهضربه فيه. يلا بقى تعالوا يلا بقى نشوفوا الطريقة هنعمله ازاي. وبعد ما قطعت البصل الكمية كلها اهيت، الكمية بتاعتي اهيت. هجيب بقى الكبة واحط بقى حبة حبة على قد ما تشيل كده، بس يا ريت ما نكترش يعني في الكبة كده اهو، عشان يتطحن ويتفرم على حسب الحجم اللي انت عايزاه. عايزاه كبير، عايزاه صغير، عايزاه وسط، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. نحطوه بقى في الكبة وتعالوا يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. هو طريقته سهلة وبسيطة خالص، وفكرة مشروع مربح. حتى انت ممكن لو عايزة توفري وقت ومجهود، لو انت بتشتغلي وعايزة توفري كده حاجتك، ممكن تقشري البصل وتضربيه في الكبة وتحطيه في الفريزر. والثوم كذلك بردك، وكل حاجتك كده هو تبقى جاهزة كده هو على الاستعمال على طول. تطلعي كده هو من الفريزر وتشتغلي على طول، يسهل عليك الوقت والمجهود. تعالوا يلا بقى نشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه. نجيب بقى كده اهوت بمعلقة يا بأي حاجة كده اهوت، ممكن بإيدك ممكن بأي حاجة، ونحط في الكبة بالشكل ده كده. انا هنا عايزاه ناعم، فرم ناعم بالشكل ده كده اهو. هبدأ بقى معايا دي بقى اكياس التلاجة، وابدأ احطه في اكياس التلاجة، في علب بلاستيك عندي، اي حاجة اي المتاح عندك. انا معايا هنا بقى اكياس تلاجة نضيفة، اكياس فاضية. وهنزل بقى ايه، ابدا انزل بالكميه لحد بقى ايه على حسب يعني عايزه بقى. شوفي عايزه كل كيس نص كيلو، كيلو 2 كيلو، على حسب الرغبه وعلى حسب بقى لو انت اشتغلتي وكده هو. شوفوا بقى الكميه المطلوبه منك يعني هتعمليها. وده شكل البصل بعد ما فرمته، يبقى بالشكل دوت كده هو، وعبيته في الكيس يعني تقريبا دوت حوالي كيلو بصل. هعمل الكميه كلها وبعد كده هوريكم شكله عامل ازاي. وده الشكل النهائي للبصل بعد ما فرمته خزنته حطيته في الاكياس بتاعت التلاجة. بتبقى بالشكل ده كده هو. ده حوالي كيلو بصل، الكيس ده حوالي كيلو بصل. عايزة تزودي عايزة تقللي على حسب الكمية. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.